واليوم يواصل الملك محمد السادس مسيرة الإصلاح والتنمية. اليوم يقف المغرب كجسر يربط بين أفريقيا وأوروبا. مصنع رونو نيسان في طنجة الذي افتتح عام 2012 شهد المغرب عصره الذهبي تحت حكم المرابطين والموحدين. التجمع البنكي المغربي يدير شبكة من الفروع تمتد من السنغال إلى رواندا. منذ فجر التاريخ والمغرب يحمل في طياته قصصاً من الحضارات والثقافات المتنوعة. على أرضه الخصبة عاش الأمازيغ الأصليون وأسسوا مجتمعاتهم الأولى في جبال الأطلس وسهول المغرب الشاسعة. في القرن السابع الميلادي وصل الإسلام إلى المغرب محدثاً تحولاً جذرياً في المجتمع المغربي. تأسست أول دولة إسلامية مستقلة في المغرب على يد الأدارسة الذين جعلوا من مدينة فاس عاصمة لهم. شهد المغرب عصره الذهبي تحت حكم المرابطين والموحدين. امتد نفوذهم من شواطئ المحيط الأطلسي إلى تونس وعبروا البحر المتوسط ليحكموا أجزاء من الأندلس. في هذه الفترة ازدهرت العلوم والفنون والعمارة وشيدت المساجد والمدارس العظيمة التي لا تزال شاهدة على عظمة تلك الحقبة. تحت قيادتهم صمد المغرب أمام محاولات الاستعمار العثماني والأوروبي محافظاً على استقلاله وهويته الفريدة. Het is uit تهم مستركونث. هذا ليس في مصلحتنا، هذا استعمار. لكن في عام 1912 خضع المغرب للفرنسية والإسبانية، وعلى مدى 4 عقود قاوم المغاربة الاستعمار بشراسة. وفي عام 1856 نال المغرب استقلاله تحت قيادة الملك محمد الخامس. في العصر الحديث شهد المغرب تحولات كبرى تحت حكم الملك الحسن الثاني الذي قاد البلاد نحو التحديث والتطور. واليوم يواصل الملك محمد السادس مسيرة الإصلاح والتنمية، جاعلاً من المغرب نموذجاً للاستقرار والتقدم في المنطقة. يتميز المغرب بتنوعه الثقافي الفريد، حيث تمتزج التقاليد الأمازيغية مع التراث العربي والإسلامي، مشكلة هوية مغربية فريدة. من أسواق فاس العتيقة إلى شواطئ الدار البيضاء الحديثة، ومن جبال الريف إلى صحراء الجنوب، يقدم المغرب فسيفساء غنية من التاريخ والثقافة. اليوم يقف المغرب كجسر يربط بين أفريقيا وأوروبا، مستفيداً من موقعه الاستراتيجي لتعزيز علاقاته الدولية وتطوير اقتصاده. يستثمر في مشاريع ضخمة للطاقة المتجددة، ويطور بنيته التحتية ويعزز مكانته كوجهة سياحية عالمية. عبر آلاف السنين ظل المغرب محافظاً على هويته وتقاليده مع انفتاحه على التطور والحداثة. إنه بلد يجمع بين عراقة الماضي وتطلعات المستقبل، مشكلاً نموذجاً فريداً للتعايش بين الأوش. القطاع المصرفي توسعت المؤسسات المالية المغربية في أكثر من 25 دولة أفريقية. التجمع البنكي المغربي يدير شبكة من الفروع تمتد من السنغال إلى رواندا، مقدماً خدمات مالية متطورة للشركات والأفراد في مختلف أنحاء القارة. في مجال الصناعة أصبح المغرب مركزاً رئيسياً لصناعة السيارات في أفريقيا. مصنع رونو نيسان في طنجة الذي افتتح عام 2012 ينتج أكثر من 4,000 سيارة سنوياً، موفراً آلاف فرص العمل ومعززاً الصادرات المغربية. في قطاع الأسمدة تقود شركة المكتب الشريف للفوسفات جهود تحديث الزراعة الأفريقية من خلال شراكات مع 16 دولة أفريقية. تساهم الشركة في تطوير الإنتاج الزراعي وتحسين الأمن الغذائي في القارة. على صعيد البنية التحتية يمتد الطريق السريع المغربي عبر الصحراء رابط المملكة بدول غرب أفريقيا. هذا المشروع الطموح يختصر مسافات النقل ويعزز التجارة البينية الأفريقية. في مجال الاتصالات توسعت شركات الاتصالات المغربية في أكثر من 10 دول أفريقية، مقدمة خدمات الهاتف المحمول والإنترنت لملايين المستخدمين. لكن النجاح المغربي لا يخلو من التحديات. تواجه المملكة منافسة شرسة من قوى اقتصادية أخرى مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا، كما أن عدم الاستقرار السياسي في بعض المناطق وضعف البنية التحتية يشكلان عقبات أمام التوسع الاقتصادي. رغم ذلك،
يواصل المغرب استثماراته في القارة السمراء. خطة التنمية المستدامة للمملكة تضع أفريقيا في قلب استراتيجيتها، مؤكدة على أهمية التعاون جنوب-جنوب والتكامل الاقتصادي الأفريقي. مع تزايد الاستثمارات المغربية في أفريقيا، تتعزز مكانة المملكة كقوة اقتصادية إقليمية. هذا النموذج التنموي المغربي القائم على الشراكة والتعاون المتبادل يفتح آفاقاً جديدة للتنمية في القارة الأفريقية.